اهلا بيكم معايا يا جماعه في مطبخ على قد الايه. النهارده هنعمل مع بعض خلطه المحشي. وخلطه المحشي بتاعتي مفيش حد بيعملها كده غيري انا، ان شاء الله تعجبكم. هنبدا الاول بالصلصه. عشان نعمل الصلصه محتاجين ايه؟ محتاجين صلصه طماطم وبصل وملح وفلفل اسود وسبع بهارات. ايوه يا جماعه، انا بحط سبع بهارات على المحشي بتاعي، ما بحطش بهارات محشي. يلا بينا دلوقتي. حطينا حله على النار سخنت، حطينا فيها شويه زيت ونزلنا بالبصل ونقلب البصل ونسيب البصله تغمق شويه يا جماعه. عايزاها تغمق شويه، مش عايزاها تصفر، لا عايزاها تحمر تبقى بالشكل ده كده، لان ده هيدي الصلصه بتاعتنا لون احمر تحفه. ونزلنا بالصلصه، صلصه الطماطم الفريش، ونقلب. وبعد كده هننزل بالبهارات السبعه والملح والفلفل الاسود بتاعنا بالشكل ده. وهنقلب بقى، هنقلب طبعا كله بقى ايه مع بعضه بالشكل دوت كده بس. وهنغطيها يا جماعه ونسيبها لحد ما تتسبك وتاخد راحتها على الاخر. يعني مش عايزين نستعجل عليها، عايزينها تتسبك براحتها. نستعجل عليها عشان تتسبك وتدينا اللون الحلو بتاعنا. هنا اهي اتسبكت معايا، شايفين لونها يا جماعه بقى عامل ازاي؟ بجد بجد لونها بقى تحفه. وهتنزل على الرز، هتخلي الرز بتاعي احمر كده. اتسبكت معانا وتمام. هنبدأ بقى نرفعها من على النار ونسيبها لحد ما تهدى خالص. عايزينها تهدى خالص اهي. هنا كده هديت اهي وبردت معايا، بس انا مش محتاجة اكتر من كده. هبدأ بقى اجمع باقي الخلطة بتاعتي. ويلا بينا دلوقتي نجمع بقية الخلطة بتاعتنا. الخلطة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ رز مغسول ومتصفي من المية بتاعته، بصل متقطع قطع صغيرة، طبعا محشي مشكل، فلفل وبتنجان وكوسة، وطبعا الخضرة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ الخضرة شبت وكزبرة. ايوه يا جماعة، انا بستخدم شبت وكزبرة، بستخدمش اكتر من كده. ما بحطش بقدونس، بصراحة انا مش بحب البقدونس على المحشي. ودي بقى التوابل بتاعتنا. عبارة عن ايه التوابل؟ ملح وفلفل اسود، كزبرة ناشفة، السبع بهارات. ما بحطش انا بهارات محشي، زي ما قلت لكم بحط السبع بهارات، صدقوني هتبقى مختلفه جدا معاكم. سبع بهارات وشطه، وطبعا ربع معلقه صغيره قوي من القرفه البودر، ربع معلقه، مش عايزه اكتر من كده. وطبعا هننزل دلوقتي بالبصل اول حاجه على الرز، وبعد كده هنضيف عليه التوابل بتاعتنا الحلوه كده. وهنقلب بقى، هنبدأ نقلب كله كده مع بعضه لحد ما الملح والفلفل والتوابل بتاعتنا كلها تتوزع على الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده هننزل بالصلصة المسبكة بتاعتنا، وبرده هنقلب لحد ما الرز كله يلون معانا بالطريقة دي كده. الرز كله يلون والصلصة تتوزع على الرز كله. اخر خطوة بقى هننزل بالخضرة عشان تبقى مصحصحة وخضرة كده، ولونها وريحتها يبقوا واضحين معانا. والله يا جماعه صدقوني مش هتندموا، بس انتوا جربوا الخلطه بتاعتي دي. وبعد كده نبدا بقى ايه؟ نحشي البتنجان بتاعنا الحلو ده، بتنجان مشكل. ونخلي بالنا ان احنا واحنا بنحشي هي 3/4 بس الحشوه تبقى 3/4 الصباع، ما نكملش للاخر، عشان لو كملنا للاخر الرز بيزيد وهيبهدل لنا الحله كلها. الرز هيبقى فيها اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، حلو قوي. ونكمل برضو، نكمل باقي الكمية اللي معانا لحد ما نكمل الحلة بتاعتنا بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. ويلا بينا بقى دلوقتي نحط المرقة بتاعتنا ونولع على المحشي بتاعنا عشان يستوي. وهنا يا جماعة المحشي بتاعنا استوى
وقدمناه بالشكل اللي انتوا شايفينه. بتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوناش بكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.